يومها العالمي 7 أبريل اختارت له منظمة الصحة العالمية أن يكون تحت الشعار التالي: نواقل الأمراض حشرات صغيرة تنقل أمراضا خطيرة كالملاريا والليشمانيا وحمى الضنك، وهي أمراض تودي بحياة أزيد من 1,000,000 شخص سنويا عبر العالم. في المغرب تم القضاء على الملاريا سنة 2000، لكن اليقظة مطلوبة، يقول وزير الصحة في ندوة رباط حضرها عبد الحفيظ المنور. في اليوم العالمي للصحة، الوزارة الوصية تسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بالحشرات الناقلة للأمراض. ورغم التحكم في الوضعية الوبائية عبر مختلف التراب الوطني، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عديد الإصابات، خاصة بداء الليشمانيا. 2013 مثلا في المغرب رصدنا أكثر من 2600 حالة الليشمانيا، ورصدنا كذلك أكثر من 314 حالة الملاريا المستوردة. يعني هذا كان عندهم الملاريا في أفريقيا، شدوا الطيارة وجابوه للبلاد عندنا. فاليوم نأكدوا على التدبير المندمج لمكافحة النواقل مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة البيئة. المنظمة العالمية للصحة التي تسجل تشخيص مليار حالة ووفاة أكثر من 1,000,000 عبر العالم بالأمراض المنقولة عبر الحشرات تنوه بمجهودات المغرب. المغرب نجح في تدبير الوضع الوبائي، فأغلب هذه الأوبئة منعدم بالمغرب، لكن خطر الإصابة يبقى كبيرا لأنه مرتبط بظاهرة الهجرة. استراتيجية الوزارة الوصية حيال الأوبئة المنتقلة عبر الحشرات تهدف إلى التحكم في الوضع وتقليص خطر الانتقال وتعزيز الترسانة القانونية للحفاظ على الصحة والبيئة كذلك.